الوسيلة التاسعة الأجراس الثلاثة. 3 أجراس. إيه هم ال3 أجراس؟ أول واحد طبعا مشهور، المنبه. وخلي بالك اضبط المنبه على أول ميعاد الفجر، بلاش تفاؤل أكتر من اللازم. ما تقولش يعني إن شاء الله النهاردة بقى هقوم الليل كمان، وتضبط المنبه قبل الفجر بنص ساعة أو ب10 دقايق، فتصحى فتلاقي لسه في وقت، فتقوم قافل المنبه وقايل ليه هريح 5 دقايق. خلي بالك هم دولت أخطر 5 دقايق في حياتك. ال5 دقايق دولت هيكونوا السبب في ضياع فرض ربنا سبحانه وتعالى. خليك واقعي، لو أنت بتصحى بالعافية على الفجر بلاش من الأول تفترض أنك هتقدر تصلي قيام الليل، لا، خد نفسك بالتدرج واعلم أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. كمان في موضوع المنبه حطه بعيد عن إيديك، خليه بعيد بمسافة بحيث ما تعرفش تقفله إلا لما تقوم تمشي عشان تقفله. ساعتها بقى لو قمت مشيت وقفلت يبقى أنت مع سبق الإصرار والترصد، يبقى ده موضوع تاني، لكن إن شاء الله كده تضمن أنك أنت إنك تقوم من النوم. يبقى ده أول جرس، وجرس مهم جدا جدا، المنبه. الجرس الثاني التليفون. اتفق مع حد من أصحابك اللي بيصحى كل يوم في الفجر إنه يتصل بيك ويصحيك، أو اللي يصحى فيكم الأول يصحي الثاني. اتفق كمان معاه إنه ما يقفلش السماعة إلا بعد ما يتأكد إنك صحيت، يعني يعمل معاك حوار ولو قصير جدا، بس يضمن إنك ما تقفلش السماعة وترجع تنام تاني. بعدين خلي عليك واجب إنك أنت كمان تصحي واحد تاني. مجرد أن تستيقظ تعرف أن عليك مسؤولية إيقاظ فلان، هذه المسؤولية ستدفعك إن شاء الله إلى القيام. يبقى الجرس الثاني جرس التليفون. الجرس الثالث هو اللي ما عادش فيه غير جرس واحد، جرس الباب. واحد معاك في العمارة أو واحد معاك في الحي، أنت عارف إنه بيصحى الفجر، خليه يعدي عليك يصحيك. طبعا لازم تعرف البيت عشان ما يحصلش إزعاج في البيت. يبقى الاستعانة بالأجراس ال3 ستعين إن شاء الله على الاستيقاظ لصلاة الفجر. الوسيلة العاشرة والأخيرة في هذه المحاضرة وليست الأخيرة من وسائل المحافظة على صلاة الفجر هي أن تدعو غيرك إلى صلاة الفجر. الترس الذي يعمل يا إخواني ويا أخواتي لا يصدق. الإنسان اللي كل يوم بيفكر غيره بالفجر، إزاي ممكن هو ينسى الفجر؟ وابدأ أول ما ابدأ بأهلك، ابدأ بأولادك وزوجتك وإخوانك ووالديك. إذا كنت أنت بتلاقي صعوبة في صلاة الفجر مفيش داعي هم يمروا كل التجربة اللي أنت مرت فيها قبل كده. فكرهم دايما بالفجر وساعدهم عليه. وعلى فكرة العملية دي في حق أهلك مش فضل منك، ده فرض عليك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وغير أهلك بقى كلم أصحابك ومعارفك وحبايبك، ومفيش حاجة بتروح عند ربنا. كل واحد هيصلي الفجر بسببك هيكون لك من الأجر مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. يبقى دي كانت الوسيلة العاشرة من الوسائل المعينة على صلاة الفجر في جماعة. ممكن طبعا تضيف الوسيلة اللي انت شايفها مناسبة، وأعانك الله عز وجل وأعاننا على طاعته. كلمة أخيرة يا إخواني ويا أخواتي في الله، صلاة الفجر في جماعة للرجال وفي أول وقتها للنساء قضية محورية في حياة الأمة المسلمة. القضية مش قضية ركعتين صلاة وشوية حسنات بس، لا، القضية أكبر من ذلك بكثير. صلاة الفجر بتضبط لك اليوم كله. صلاة الفجر بتمشي الكون، كل الكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى عايزه يمشي. صلاة الفجر بتربط الناس بربها من أول اليوم لآخره. صلاة الفجر وخلي بالك بتخلي الأمة، كل الأمة، في ذمة الله طول اليوم، في ضمان ورعاية وحماية الله طول اليوم. في الفجر يا إخواني بتقابلوا صفوة المجتمع. اوعى تكونوا فاكرين صفوة المجتمع هم أصحاب الجاه والسلطان والمال والشهرة، لا لا لا، صدقوني يا إخواني، الصفوة الحقيقية هي التي تحافظ على صلاة الفجر في جماعة. في مجتمع كثر فيه الفساد بتقابل الصالحين في صلاة الفجر. في مجتمع كثر فيه النفاق بتقابل الصادقين في صلاة الفجر. في مجتمع كثرت فيه المعاصي والآثام والشرور بتقابل الطائعين والتائبين في صلاة الفجر. أي فضل وأي منة من الله عز وجل وأي صفوة من البشر أنت تقابل في صلاة الفجر. صلاة الفجر يا إخواني مقياس لمستوى الأمة ومقياس لقيمة الأمة. الأمة التي تفرط في الفجر في جماعة أمة لا تستحق القيام، بل تستحق الاستبدال. وعلى الجانب الآخر الأمة التي تحرص على صلاة الفجر في جماعة أمة اقترب ميعاد تمكينها في الأرض. أخ لا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة ثم يتحدث مساء عن التمكين في الأرض، كيف؟
إزاي ممكن ربنا يعمل كده؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأي إفساد أعظم من تضييع فرض من فروض الله عز وجل، تضييع حق من حقوق الله عز وجل والإصرار على ذلك التضييع. ما هي أول صفات الذين يمكنون في الأرض؟ تعالوا كده اسمعوا الكلام ربنا، اسمعوا بقلوبكم. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أول صفة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أول صفات الممكنين في الأرض إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة ليست نقر الصلاة كنقر الغراب وفي غير موعدها. إقامة الصلاة هي إقامتها بكل شروطها وفي أول وقتها وفي المكان الذي أمر الله به في المسجد وبكل خشوع وتضرع وابتهال وانكسار. الصلاة بهذه الصورة يا إخواني ويا أخواتي أداة من أدوات النصر.